بالخمسة سقطت تونس في أولى المباريات أمام أضعف فريق في المجموعة، فماذا سيصنع القرطاجيون عند مجاراة اليابان وهولندا في ثاني وثالث الاختبارات؟ تساؤل منطقي. ماذا يجري في تهاليز الاتحادية التونسية؟ لماذا اندحرت الكرة هناك وسقطت للحضيض؟ أليس هنالك رجل حكيم يعدل الأوتار غير ذلك الذي خطب فيهم فلتأتوا بالكاس ضاربا بالمنطق الواقعي عرض الحائط؟ يريد الكاس الذهبية دفعة واحدة بدون جهد يذكر ولا تخطيط قريب ومتوسط وبعيد المدى، فضحك الجميع بما فيه موهبة كهانيبال. لم نرى تونس بهذا السوء من قبل. طائرة من الأهداف، 10 أهداف كاملة في مباراتين متتاليتين، والرصيد في طور الارتفاع. عودوا لتونس، لا نريد شيئا قبل أن تحل الكارثة ويتكرس في أذهان الشباب الهزيمة، وتتكرس في اللاوعي عندهم وعند أجيال تونس القادمة الخسارة وعقدة عدم المقدرة. هذه تونس وجب أن تعود خضراء كما كانت. نسور قرطاج وجب أن يحلقوا بأجنحته من جديد. هذا البلد العزيز على قلوبنا لديه كل الإمكانيات، لذلك فإلى وقت قريب كانت أقوى عملة في المنطقة هي تونس، وكان اقتصادهم شامخ كما سياستهم. ماذا حصل؟